اسود، ايه يا عم ده؟ يا جدعان هتجنن فعلا، حد يعرف مين ده؟ بص بقى يا معلم، انا بقالي 4 سنين بره الدوله، وبقالي 4 سنين ما حلقتش شعري. كل اللي هناك هنود وباكستان، وانا مستحيل احط راسي تحت ايد واحد منهم. اوكي؟ انا بقالي 4 سنين مستني انزل عشان اجي اشوف انت هتعمل ايه في شعري. ثانية واحدة بس. 4 سنين؟ 4 سنين. هتعمل؟ هقول لك انا بقى، انا هسيبك انت بقى توريني انت هتعمل ايه في شعري. العين دي قبل العين دي. بس ثانيه واحده، هو انت ما تعرفنيش؟ مش واخد بالي الصراحة. ما بتتابعش سوشيال ميديا؟ ظهرتش قدامك قبل كده خالص؟ بص، هو انا بشبه عليك، بس ينفع تقول لي مين حضرتك؟ لا، خلينا بقى بعد الحلاقه. ليه بعد الحلاقة؟ ما هو احنا فيها. لا بعد الحلاقه احسن. ما هو انا عندي فضول اعرف مين حضرتك. يا عم بعد الحلاقه. حاضر. اول حاجة اعملها لازم الشعر المقصر ده كله يتشال. موضوع انك بتغسل شعرك بشامبو كتير ده غلط على الشعر، بيخلي الشعر مقصف. الشعر المقصف كله لازم يتشال علشان هيسقط. تاني حاجة هنعمل تدريجة تبر فيت بس بشكل جديد جدا. بعد اذنك كده وريني الصورة زي دي بالظبط. هنا بعد ما خلصت تدريجة كان لازم اعمل الفرق بين الشعر اللي فوق وبين التدريجة. معلش بس ثواني كده. يعني بصراحه طلعت احسن كتير قوي من الصوره. طب ينفع خلاص كلام بعد كده تتكلم؟ مش متكلم. هنا بعد فينش التدريجة خالص لازم اسوي الشعر من فوق. يا نهار اسود، ايه يا عم ده؟ طب لك قد ايه ما حلقتش؟ قلت لك 4 سنين. يا نهار ابيض، عشان كده بيقع.